تكيس المبايض هو اضطراب لعملية الإباضة الطبيعية بسبب خلل هرموني، ورغم إن في ستات كتير بتعاني منه إلا إنه لحد دلوقتي تقريبا معرفناش إيه الأسباب. لكن في بعض الأعراض اللي ما بنختلفش عليها، وأولها هي اضطراب الدورة الشهرية أي عدم انتظامها. طب يعني إيه أصلا الدورة الشهرية المنتظمة؟ الدورة الشهرية المنتظمة هي اللي بيكون الفرق بين أول يوم في الطمس والأول يوم في الطمس اللي بعديه من 21 ل 35 يوم، وده بيكون بشكل ثابت. أما اللي أقل من 21 أو أكتر من 35 بنعتبرها دورة غير منتظمة. ولكن إحنا برضو هنا مش بنتكلم عن الدورة الغير منتظمة بالشكل ده، لأن مريضة تكيس المبايض بيتخطى أكتر من كده الوقت بالنسبة لها، فأحيانا بتعدي 3 أو 4 أو 6 شهور بين أول يوم في الطمس وأول يوم في الطمس اللي بعديه. إحنا هنا مش بنتكلم عن إن لا يوجد إباضة، إحنا بنتكلم عن إن في ضعف في الإباضة. بمعنى أصح عايزين نوصل لكم معلومة مهمة جدا، إن تكيس المبايض بيأثر على فرص الحمل. إزاي بيحصل تكيس المبايض؟ أو إيه هو تكيس المبايض؟ إحنا قلنا إن في خلل في الهرمونات الداخلية. طب ده معناه إيه؟ أو وصفه إيه؟ اللي بيحصل إن البويضة حجمها بيكبر، بس مش بتكبر بالشكل الكافي اللي يسمح لها إنها تخرج من المبيض. فالبويضة بتكبر وبويضة تاني بتكبر وبويضة تاني بتكبر، واللي بيحصل إن إحنا بنشوف تكيسات حول المبايض، وده معناه تكيس المبايض. ومعنى إن البويضة ما بتخرجش مش هيحصل تخصيب ليها، والمعنى الأكتر إن مش هيحصل أصلاً نزول منتظم للدورة الشهرية. أعراض تكيس المبايض، قلنا أول حاجة عدم انتظام الدورة الشهرية، وزي ما قلنا برضو إنها ممكن توصل ل3 و4 و6 شهور ما تجيش. تاني عرض بيكون السنة المفرطة وظهور شعر في أماكن مش مفروض إنها تظهر، زي الدقن، الرقبة، زائد غضارة في شعر الجسم بشكل عام. سؤال مهم بقى، هل ممكن يحصل حمل مع وجود تكيس في المبايض؟ ممكن يحصل حمل. احنا ما قلناش ان في انعدام تبويض، بس قلنا في تأخر في التبويض او خلل. فممكن يحصل تبويض في بعض الشهور زي ما قلنا، يعني ممكن اللي بتجيلها الدورة من 6 شهور ل6 شهور يحصل تبويض في الحالة دي، وفعلا بيحصل حمل. سؤال كمان، هل ممكن واحدة خلفت قبل كده تصاب بتكيس المبايض؟ ايوه فعلا، لان احنا زي ما قلنا تكيس المبايض هو خلل في الهرمونات، ومن الطبيعي جدا ان في اي وقت ممكن يحصل خلل في الهرمونات حتى بعد الولادة. هل تكيس المبايض وراثة؟ بنسبة 90% فعلا هو وراثة، بس مش لازم يكون من الأم، ممكن يكون من العمة، من الخالة، يعني من قرابات بعيدة، بس هو فعلا 90% وراثة. مش هنقول إن في أسباب لتكيس المبايض، لأن إحنا مش عارفين السبب اللي إحنا هنقوله دلوقتي أصلا بيحصل ليه. إنما السبب الوحيد اللي أجمع عليه الأطباء إنه سبب زيادة في هرمون الذكورة، واللي برضو احنا مش عارفين هو بيزيد ليه، عن طريق الخلل اللي اتكلمنا عنه. الموضوع بسيط جدا وليه حل، ما تقلقيش. كل المطلوب منك انك تستشيري الطبيب وتسمعي ارشاداته كويس، ومطلوب منك بس تخففي الوزن. مبسوطة جدا ان انا معاكم وفي انتظار استفساراتكم. سلام.